عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دينا ودي قناتي، وأنا دينا شانل 1 باليوتيوب. كنا عاملين قناة كبيرة فيها 35 ألف شخص، كبروني وعليت بيهم وكانوا دايما معايا على الحلوة والمرة. فضلنا 9 سنين على القناة دي، وخلاص اسمتي ونصيبي فيها خلص. عايزاكم بس تدعوا لأمي بالشفاء. عملنا القناة الجديدة دي علشان خاطر نبدأ بداية جديدة ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اشفي أمي ومرضى المسلمين يا رب العالمين. شوية صغيرين على الحبة اللي بيتبقوا تحت دول طبعا هحط عليهم شوية مية وادخلهم دلوقتي. طيب زي ما انت شايفة كده اهو، انا حطيت المية، هبتدي ان انا انزلهم اهو، كوباية مفيهاش حاجة خالص. طيب المعطر بقى اللي احنا بنقول عليه ده الروايح اهو، وريحه الخوخ وكويس وحلو مع الهدوم. انا ما اجيش وانا في اول الغسله اقوم حاطه المعطر وعامله كده من نصيحتي، لا طبعا. هقفل بابي كده كويس اهو، هقفل بابي كويس زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى اختار البروجرام بتاعي. انا دلوقتي واحده بغسل الوان كتير، تمام. هو اللي ركبها قال لي خليها على الميكس. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين، احنا لو عملنا ميكس كده، بص الاناره اللي هتيجي هيقولي انها هتاخد اكتر من ساعه وشويه، يعني ساعتين الا 5 دقايق، تمام. عندك هنا التايمر اللي انت بتعدلي منه، تمام، الاوبشن. وكمان كده ابتدي بقى ان انا اختار البرنامج بتاعي. بيقولك الرابط دوت من 30 ل 44 دقيقه، تمام. الدايلي اللي هو انا بستخدمه حاليا وده ما بيقعدش معايا اقل من ساعه. الميكس ده بينصحوا بيه الناس على طول ان هم ياخدوا الميكس ده علشان خاطر بيجمع كل البرامج مع بعض، تمام. وده بيقعد ساعتين الا 10 دقايق حاجه زي كده. الهاند وود ده اللي هو الحاجات الصوف والحاجات اللي فيها الريش الدلسين، والسبورت اللي هي الهدوم الرياضيه. والدارك ده لأصعب الدهون، يعني أصعب الحاجات اللي عليها اتساخ، مثلا بطيخ، الحاجة اللي فيها زيوت وقع على هدومك، شحم، زيت، الكلام ده اللي هو الدارك ده، دارك كولرز ده، تمام. وان تاتش دوت الواي فاي، وكمان الويزرد دي برضو للحاجات اللي هي المشمسة، الكوتون بتاع البيبيهات بقى والبرامج التانية. وعندك اللي هي برضو بيقولك البيبي 60 والاكتيف، يعني حاجات مندية، عايزة تخرجي بقى حاجة مندية، حاجة نص غسلة، الكلام ده. انا بالنسبة لي الميكست، تمام، ده اللي بيستخدموه كله. انا هستخدم التايل. انا طبعا اتأكدت ان بابي مقفول، المسحوق محطوط اوتوماتيك، هي هتعمل 1000 لفة، 60 السخان و1000 لفة زي ما انتم شايفين. وخلاص هنا ستارت وبس، وانا قافله القفل علشان خاطر اي حد من ولادي يدوس على حاجه، لا اتاكد ان الميه عندي شغاله، في ميه طالعالي في البيت ولا لا. لو حضرتك زي عندي كده ما عنديش موتور، لكن لو عندك موتور هتفتحي طبعا الزرار بتاع الموتور وتشغلي الغساله وتدوسي الاوبن، تمام. انا كده اوكي، هبتدي ان انا ادوس اوبن، هتشتغل لوحدها. طبعا انا قافله القفل عشان خاطر اي حد من ولادي ليه تاتش على طول ما ياثرش معايا في حاجه ولا الهوا. بص مهما ادوس هي شغاله بروجرامها، تمام. حتى لو انا دوست 600 400 1000 وشويه هي شغاله. بتبدا بقى انها تسحب معايا الميه زي ما انتم شايفين، وانا هسيبها تسحب، وبعدين امسك التانك بتاعي ده وانا ازود الميه. لازم اسمع الصوت ده، تمام. ده الصوت الطبيعي للغسالة بتاعتنا، ده الصوت الطبيعي بتاع الغسالة. لو ما عندكيش الصوت ده اللي اول حاجة تين وتبدأ تسحب المية كده، سامعة كده هي بتسحب ميتها، تمام. ده الصوت الطبيعي بتاع الغسالة الهوفر. اما بتيجي بقى تسحب ميتها وتشد تلاقي بقى صوتها هو ده عيبها، صوت عالي. الفترة اللي فاتت كلها ما كنتش بنزل مقاطع، ما كنتش متواجدة على الانترنت عموما بسبب الظروف الصحية اللي ساءت ليها امي جدا وحجزها في المستشفى.
يا رب اشفيها لنا وعافيها لنا. انا قريت كل الاسئله اللي طرحت عن الغساله الهوفر، واقسم بالله يعتبر انا من اوائل الناس اللي اشتروا الغساله الهوفر. وكمان انا يعني مش شكرانيه في نفسي، الحمد لله حققت نجاح على رد الاسئله الكتيره اللي كانت على الغساله دي. الغساله دي يا جماعه مش وحشه زي ما انتم فاكرين ولا حاجه. انا لو ترجعوا لاول فيديو على قناتي القديمه قلت لكم حاجه، قلت لكم الغساله دي عامله زي النظام الاجنبي، عايزه اللي يفهمها. الغساله دي حلوه مش وحشه، عايزه اقول لكم بقيت اغسل فيها حياتي بجد. انا الاول يعني كنت بقول لكم ايه، واحده كانت بتقول لي هوفر ولا هونر ولا بيكو ولا زانوسي ولا التوشيبا، قلت لها زانوسي، زانوسي من غير كلام، وهفضل اقولها زانوسي. قلت لكم انا كان عندي غسالتين زانوسي وانا للاسف انا اللي بوظتهم. سوء استخدام سواء تلاجة غسالة بوتاجاز، هو سوء استخدام لأي ست ما بتعرفش تتعامل مع الكتالوج بتاعها، لأي ست ما بتعملش دراسة جدوى قبل ما تشتري المنتج. لازم نعترف بكده، احنا بنروح نتفرج وخلاص، لا احنا ممكن ننزل ندخل على النت بتاعنا، نمسك تليفوننا زي ما بنقعد على الواتساب، بنقعد على التيك توك، بنقعد على اي موقع، لا احنا ممكن نقعد برضو على اليوتيوب ونقعد على جوجل ونعمل سيرش عن الغسالات اللي احنا محتاجينها. بصوا يا جماعه صلوا على النبي، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الغساله دي عيبها نوعين حاجتين، صوتها عالي وبتحتاج ميه كتير. وانا قلت لكم انا ما عنديش موتور، انا ستي يعني الحمد لله امكانياتي محدوده، وقلت لكم انا بملى خزانات وبملى ازايز ميه زي ما انتم شايفين كده كتيره، على اساس ان انا لما اجي اغسل ازود ميه. مش عيب ولا حرام ان انا اقول الصراحه، هي دي عيب الغساله دي، بتحتاج موتور ميه كتير، وبتحتاج متابعه، تتابعي بعينك. هقولك مميزاتها، اقسمت بالله العلي العظيم هي فيها مميزات، بس لو قلتولي في الاسئله تاني يا دينا قوليلي انا عروسه جديده اجيب اي نوع، هقولك هاتي زانوسي. زانوسي زانوسي مهما ادمت تبقى زانوسي المتينه المتحمله اللي بتغسل وتعيش. وبصي ما فيش اي منتج بيعيش، برضو الست هي عامل اساس لكل حاجه، لكوبايه حتى في البيت ماشي. هرجع واعيد لكم الشرح تاني، هقول لكم تعالوا معايا نشرح الغساله دي. الغساله دي حلوه يا جماعه مش وحشه، بس عايزه تعامل خاص. يعني ايه؟ الغساله دي بتعالج نفسها بنفسها، لو في خطر هي بتظبط نفسها مع نفسها. البرامج بتاعتها كلها للقطن، للبوليستر، لهدوم الاطفال، للهدوم القطنيه، للهدوم الالوان، للهدوم البيضاء، للجواكت. بصي اول حاجه عايزه الغساله تعيش معاكي، ما تجيش تقولي لي انا ما بعملش دوره تشطيف اللي هي دوره الخل. اما تعملي دوره الخل حضرتك هتحطي خل وكلور، تمام؟ زي ما انا عامله لكم كده خل وكلور، تمام؟ ما تجيش تجيبي لي، اسمعي بقى عشان تتجنبي المخاطر، والله العظيم اللي انا بقوله ده عن ثقه وعن تجربه بقالها معايا دلوقتي 3 سنين، انا ما اشتكيتش من حاجه الا صوتها العالي. هتقولي لي الغساله بتتهز من مكانها، هقول لك ثبتيها في 4 مسامير بيبقوا تحت هنا بيتركبوا علشان مسامير صغننه كده سودا، تمام؟ اللي هي تحت خالص دي 4 مسامير، وبيجي معاها ورقه كده بتحطيها تحتها. دي البدايه. تعالوا بقى اجيب لكم حاجه حاجه عشان نبدا بالصلاه على النبي كده. وفي هنا كده اللي هو البتاع ده كده اللي انت تفتحيه، اللي هو بتاع التنظيف. لو مثلا غسلتي حاجه فيها ترتر، دبوس، مثلا حاجه فيها مسمار، زرار وقع، كل ده تمام. فده الفلتر اللي بنطلع منه من هنا. هتقولي لي مش عارفه افتح الباب، هقول لك هتدوسي كده لجوه وتشدي، تمام؟ عشان معظم الاسئله جت على كده. طيب ايه كمان؟ انا قاعده لكم ما وراناش حاجه. بصي يا ستي الكل، معانا الدرج بصي الدرج بتاعي نظيف بيلمع. ليه؟ هقول لك ليه. اولا ده 1 للميه و1 للمعطر وكمان 1 للمسحوق، تمام؟ تمام. انا بالنسبه لي كدينا ما بحطش المسحوق هنا خالص خالص، انا بحط المسحوق مع الغسيل هنا، بفتح الباب وبحط المسحوق مع الغسيل.
طب ليه؟ انا بضمن ان المسحوق يوصل اكتر. هتقولي دي فكره قديمه، فكره جديده. انا بحب كده، وساعات بحطه جوه طرحه واقوم حطاه، بس انا بحط المسحوق مباشر على الغسيل على الباب. تمام. المعطرات، عايزه اقول لكم الحاجات اللي هي الفانيش، المعطرات دي بتقل من جوده الغسالات بعد كده. اقسم بالله العلي العظيم انا عندي معطر وهوريه لكم، والوان ماشي يعني للغسيل الالوان، وريحته فايحه جدا وفواكه، ما بحطهوش. عايزه اقول لكم لما تيجي تحطوا الحاجات دي بتاكل اصلا في البلاستيك ده. تمام. الغساله فيها برامج زي ما انت شايفه. الغساله دي حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي 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 قوي. بس قبل ما اقول البرامج هقولك تستخدمي ايه. حضرتك ما تروحيش تجيبي لي غساله ب 12000 جنيه ب 15000 جنيه. انا غسالتي هوفر 7 كيلو، هوفر 7 كيلو. عايزه اقول لك انا كان عندي الزنوسي 7 كيلو، بس كانت الحله بتاعتها مش زي دي، كانت الحله صغيره. لا دي ما شاء الله تمتاز بالحله بتاعتها كبيره كبيره كبيره، بابها كبير وغويطه جدا من جوه. عايزه اقول لك كمان يعني انا مليانه هدوم، بس انا بقول لك الميزان ان انت ما تكبسيش الهدوم، تعملي كده يبقى في مسافه بينك وبين الباب. طيب ال7 كيلو دي يا دينا تاخد ايه؟ تاخد بالظبط 15 قطعة غسيل. يعني لو غسيل أطفال هنقول 18، لو غسيل ناس كبار 15 قطعة. يعني لو عندك ابنك زي 9 سنين 10 سنين يبقى هنحط الميزان بتاعنا مثلا 4 بناطيل، جاكتين، هدوم داخلية. غسيلي أنا زي ما أنا حاطة كده، حاطة مثلا الهدوم الخارجية بتاعتي والقمصان مثلا بتاع الجزء الخارجية. تمام. يعني يوم ما تزيدي قوي على ال7 كيلو دي يبقى هي 17 قطعة كبار. هتقولي لي ملايات، هتحطي ملايات وهتحطي غيارات، حطي ملايتين مع بعض، ما تكتريش عن كده عشان الغساله ما تهلكش معاكي. تمام. ما تجيش بقى الغساله غاليه وفلوسها غاليه والاجهزه كمان بقت غاليه، حضرتك غساله غاليه ما تجيبليش مسحوق سايب. اوعي تجيبي لي مسحوق سايب، لا انا عايزه مسحوق اوتوماتيك اللي هو بتاع الشركات. حضرتك الكيس بتاع الشركات، ما تجيش تقولي لي بقى افتكاسه مش انا ماليش فيه. تمام. زي ايه؟ انا ما بعملش اعلان، انا بجيب يا اريال يا برسيل يا اللي هو اسمه، بس حاولت افتكر اسمه مش عارفه، هو بينظف قوي. تمام. ممكن ان انت تحطي مثلا اريال على نوع تاني بس يكون اوتوماتيك. بصي حضرتك ثواني، لازم يكون مكتوب كده اوتوماتيك اوتوماتيك اوتوماتيك. انا باكد على المعلومه، ما تجيبليش اي مسحوق وتقولي لي احطه للغساله. تمام. طيب انا بعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما تستغربوش يعني من الطريقه. انا بعمل كده اهو، احط شويه كده واحط شويه كده اهو. اهم حاجه ان انا يكون معايا المسحوق كامل. تمام. عايزه اقول لك بقى الكلور مش دايما انا بحطه مع الهدوم البيضاء. تمام. لما يكون عندي كلوركس الوان اقوم حاطه مع دي بقى ان انا اختار البرنامج اللي انا عايزاه. تمام. بعد ما انا حطيت المسحوق بتاعي، طيب امتى احط المعطر الغسيل؟ المعطر في الغسيل للمرحله الاخيره اللي هي اخر مرحله معايا. ابتدي احط العصره الثانيه المعطر، وهتبتدي تاخد الدوره الاخيره، وهيبتدي يطلع معايا الهدوم كويس. في ناس بتحط المسحوق على مرحلتين، المرحله الاولى جزء والمرحله مع العصره الاخيره جزء، عشان تبقوا عارفين برضو. يعني في حد بيعمل كده وحد بيعمل كده. طيب يا جماعه الغساله دي حساسه جدا حساسه جدا. من مميزاتها انها اما بتعطل بتديكي مثلا هنا اعطال E02 E03 E08. تمام. اما تديكي كده هي كده